السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني خواتي. أهلا وسهلا بكم في هذا المباشر. كنتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. غنشوفوا اليوم إخواني خواتي مواضيع غاية في الأهمية. نشوفوا الرد المغربي على وزيرة الخارجية الفرنسية، وغنشوفوا كيفاش أن الرد المغربي كان آه شي حاجة جديدة. المغرب عادة تيجاوب بلاد أجنبية وتحافظ على اللياقة ودرجة معينة ديال الدبلوماسية، غالبا كتكون درجة عالية. هاد المرة المغرب ما جاوبش فرنسا بدبلوماسية أبدا، جاوبها بقوة. وغنشوفوا شنو العلاقة ديال الزيارة ديال تبون الميريكان بملف الصحراء المغربية. كنقصد نيويورك، تبون راه وصل نيويورك. نرحبوا بالإخوان ديالنا والأخوات ديالنا. مرحبا بياسر، عزيز، المهدي، حسن، أميرة، عبدو، تاقنا، حسين، يوسف. ديروا لايك، شكرا. الأخ تيقول لنا من دابا ديروا لايك، عافاكم. ما تنسوناش بالإعجاب، الله يخليكم. آه أيمن، ياسر، طه، خديجة، عزيز، حجي، لبنى، رشيد، حسن، راضية، أمين، سعيدة. أهلا وسهلا بالجميع. كنشكركم أنكم معنا، الله يخليكم. ديما كنطلب منكم ديروا الإعجاب، الله يخليكم. هذا هو الأسلوب اللي غتدعموا به هذه القناة. كتعرفوا القناة ديالكم دار الخبر، قناة تحارب. ديروا عافاكم الإعجاب، بارطاجيو، وكتبوا لنا التعاليق ديالكم. وكنتسنى منكم اجمل كلمتين كنبغي نسمعها في القناه. شي واحد يكتبها لنا، عافاكم. صوت مليح، شكرا. عفاني، شكرا جزيلا. اذا الصوت مزيان، ونبداو ان شاء الله هذا اللقاء المتجدد باذن الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. بعد الاخبار اخواني خواتي قبل ما نبداو. عندنا واحد الخبر عنده علاقة خطير جدا، عنده علاقة بفرنسا اللي غدا وكتخسر القارة الإفريقية. عندنا بوركينا فاسو اللي فيها إبراهيم تراوري طلب من الملحق العسكري تما في السفارة الفرنسية في العاصمة يخرج. قال لك حصلوه خدام في أعمال تخريبية. سبحان الله العظيم، راه كاينه بزاف ديال الكوارث حول العالم. فيضانات في اسبانيا، فيضانات في كندا، فيضانات في اندونيسيا. وهذا الفيضان اللي طرا في اندونيسيا ضرب واحد المصنع كبير ديال النيكل، من اكبر المصانع معالجة النيكل في العالم، في العالم كله. يعني ها هي صناعة النيكل معطوبة، مشلولة. واحد الخبر إخواني خواتي عنده علاقة بإطفاء أطفال الزلزال المغربي. من طبيعة الحال واحد طبيب نفسي قال لك أن الأطفال هادو اللي عاشوا الزلزال الصغار بالليل كيشوفوا الكوابيس، كوشمار، شي حاجة كتخلع، وتسببوا لا إرادي عند الوليدات الصغار بسبب الهلع والرعب. راه إرهاب بطبيعة الحال. الزلزال يعيشها طفل صغير، زيد عليها إلى تيتم مسكين. فخصهم الرعاية النفسية. الرعاية النفسية شي حاجة مهمة بالنسبة لأطفال الزلزال. الجزائر هضرنا البارح قلنا الحرائق، وقلنا راها مفتعلة، وقلنا شنقريحة هو اللي موراها، وشرحت شنو هي الأسباب. أول اليوم قال لك سيدي إلقاء القبض على شخص بتهمة إضرام النار بمنطقة بجاية، وجاو عطاونا معلومات زعما عليه. قال لك في عمره، قال لك تاء، يعني السمية ديالو تاء، يبلغ من العمر 56 سنة،
ومن الاصل ديالو من ولايه بجايه، ياك بعدا مفتعله، ياك قلناها. قال لك دابا باش يجاوبونا يقول لك لا راه ماشي شنقريحه، شدوا شي واحد ولقاو عليه القبض وقال لك ها هو اللي دارها، هذا هو اللي دارها. هو راه شنقريحه اللي دارها، وراه شرحت شنو هي الاسباب. مرة أخرى إخواني خواتي، تعازينا الله يرحم الموتى ديال الزلزال، والله يشافي المرضى والمصابين ديال الزلزال ويصبر ذويهم يا رب العالمين. وعندي واحد الرسالة خفيفة ظريفة، في الحقيقة عندي بزاف ما نقول بالنسبة للمؤثرين ولا ما يسمى بالمؤثرين اللي كاينين تما. شي وحدين شفتهم دايرين ولاو دايرين حفلة صافي وكيصور ستوري وداير ليها الموسيقى. بغيت نقول لهم تذكروا راه ديك البلاصه اللي كتوليتو رديتوها بواط، راه تلقى تحت الارض كاينين مازال ناس عايشين، كاين مازال اللي فيه النفس ومازال عايش. دابا غنسمعوا ان شاء الله على ناس مازال كيجبدوا من الانقاض احياء. زيد عليها الموتى، غير احتراما للموتى. انا هذه ظاهره غريبه عمرني شفتها في حياتي، ناس حولوا زلزال الى بواط حفله. قالوا غير يجيبوا الدي جي، يجيبوا الدي جي ويقلبوها بواط حفله، بواط زدحه. وهذه عمرني ما شفتها في الحقيقه في حياتي. لو اخواني خواتي نبداو الموضوع الاول ديالنا، موضوع خطير جدا. المغرب انتفض على فرنسا، انتفاضه مغربيه. والله انا سعيد ان هذه القناه دار الخبر منذ البدايه، منذ الازمه. الناس اللي متابعيني كنت دائما كنقول ان هذه القضيه ديال الصحراء المغربيه هي الاساس. لاحظتي ما عطيت حتى شي قيمه لبيغاسوس ابدا. كنت كنقول الصحراء، وكنت كنقول المشاكل فرنسا. فرنسا فرنسا فرنسا. كنت كنقول لا ايران لا حتى حاجه اخرى، فرنسا. فرنسا ام المصائب وام الكوارث. وباش كنت كنتفرع في المشكل كنت كنقول الصحراء هي المشكله ماشي بيغاسوس. لا، قال لك ماكرون مقلق من الملك حيت المغرب كيتصنت على البورطابل ديال ماكرون. زوينه هذه، نفس القصه اللي كانوا صنعوها منين قال لك لنا محمد بن سلمان اخترق التليفون ديال جيف بيزوس مول امازون ومول الواشنطن بوست. معروفه كذبه. وكنت قلت كيفاش انه مضاربين واخترق ليه التليفون ديالو، وامازون خلقت 4000 فرصه عمل. بدات ب 4000 فرصه عمل في السعوديه امازون. ما يمكنش. فنفس الموضوع. وكنت كنقول ان اخر حاجه ديرها المخابرات المغربيه هي تصنت على وتخترق التليفون ديال بيغاس ديال ماكرون. هي زوينه، خبر واعر ولكن ماشي بصح. الخبر واعر ان المخابرات المغربيه دارتها مخيره، حيت كلشي كيديرها وكلشي كيتجسد على، ماشي شي حاجه عيب. شي لو تقول ان المخابرات المغربيه مخترقه التليفون ديال ماكرون ماشي شي حاجه عيب. هذه ماشي سبه للدوله، بالعكس غتفتخر بالمخابرات ديالك، لكن اصلا ما كايناش. فمنذ البدايه كنا كنقولوا ان المشكل هو القضيه ديال الصحراء المغربيه. ما كاين لا بيغازوس لا والو، الصحراء. ومن بعد جات تصريحات ديال وزيره الخارجيه كاترين كورونا، وهضرات من داك الصاله اللي كاينه في الجامعه العربيه، الصالون المغربي، وقالت لك راه كاينه دعوه ديال الرئيس وكاينه زياره. جاوبها المغرب في هاد النقطتين، قال لا ان الزياره لا هي مبرمجه ولا هي في جدول الاعمال، يعني ديال القصر ديال المغرب وديال الملك ما كايناش، ما عندنا، ما حاطينهاش. وكذبها في الزياره في الدعوه، قال لها راه كتكذبي. كاين الدعوه كانت صافي سالينا، نعم كانت دعوه، ما كايناش دعوه دابا. زيد عليها قالوا على الوزيره، هذه الوزيره اتخذت هذه المبادره احاديه الجانب، يعني جابتها من راسها. شفتوا بعدا هي كي دايره.
ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير متشاور بشأنه. يعني كان المفروض هي وزيرة الخارجية المفروض كتعرف الأعراف الدبلوماسية والأنظمة تستشر تهضر مع نظيرها في وزارة الخارجية المغربية ناصر بوريطة بطبيعة الحال بخصوص استحقاق ثنائي هام. وسطروا لي على كلمة ثنائي، لأن هي كتهضر بحال المغرب ضرب بوها كيما ماكرون. لا عقلتي هذه العامين عقلتي باش قال اكتوبر انا جاي اكتوبر. لا المكان يصلح لذاك الكلام ولا المناسبة. لا عقلتي ما عطينا في هذه القناة تقيمة نهار اللي خارج ماكرون هو ومرته كانوا في شي ريستورون معرقينها بيرة وقضية كانت منظمة ومسرحية وقال لهم سولوا على المغرب قال لهم اكتوبر اكتوبر انا جاي. حتى حاجة رسمية تصرف بحال المغرب ضرب بوه. وهذه دابا راه المره الثالثه المغرب كيرفض زياره ماكرون والمره الثانيه كيخرج بيان رسمي مغربي وكيكذب. عقلتو السفير اللي قال لك العلاقات المغربيه جيده وعلى ما يرام. شنو خرج البيان المغربي كيقول؟ العلاقات المغربيه الفرنسيه لا هي جيده ولا هي على ما يرام. اذن فرنسا كتهضر المغرب كيخرج يكذب. هاد المره هذه المغرب راه خرج كذب بواحد الطريقه فيها حده وفيها شده وفيها غلظه وذلك اضعاف الايمان. لاحظوا معايا اش دارت فرنسا مؤخرا، واحد الحمله اعلاميه ضد ملك المغرب شخصيا. هذا شنو كتسمى؟ هذا ليه الذراع. هذه سياسه العصا والجزره. هذا حيد الجزره، هذا العصا. هذا كله الغرض ديالو الضغط على المغرب باش ينسى داك الشرط اللي داير ويهضر مع فرنسا بلا شروط. فرنسا بغات تجلس مع المغرب بلا شروط. ولاحظوا هذا الاستعلاء الفرنسي، هما كيعرضوا على راسهم. هذه وزيرة الخارجية هي عرضت على راسها وعلى الرئيس ديالها من قبل هو عرض على راسه انا جاي في اكتوبر انا جاي. المغرب طلع كذبوا. هي قالت لك الرئيس جاي خصنا غير ننظموا الوقت ننظموا التوقيت. المغرب كذبها. المغرب قال ليها الملك ديالنا مشغول ما عندوش الوقت لكم نتوما ما عندناش دعوه ما كايناش دعوه ما كايناش انفيتاسيون تصيفطات لماكرون ابدا ما كايناش. واصلا كتعرفوا الزيارات خصها تكون مبرمجه ماشي راجي بحال الهداوي يشد الطياره. ماكرون بغا يدير بحال الهداوي يشد الطياره وتم جاي. راه ممكن تجي خليه تجي المطار ومن بعد بحال واحد وزير الخارجيه عربي كانت واحد الازمه مع دوله بلا ما نذكر سميتو خلاوه نزل في الطياره دخلوا القاعه ديال الشرف عطاوه قهوه شرب قهوه ومن بعد الطياره اللي جابتو رداتو قالوا له راه الامير ما مساليش. من بعد العلاقات تصلحات وهذا هذه قصه اخرى لكن هكذا تعاملوا معاه. نزلوا في الطياره استضفوه داروا معاه الضيافه عطاوه شرب قهوه من بعد قالوا له سمح لنا راه الامير ما مساليش الطياره اللي جابتو رداتو هكذا. فهو تيعرض على راسه وهذا استعلاء. هذا استعلاء. هذه فرنسا مازال ما بغات تتخلى على ديك النظره ماشي غنقول ابويه. الا قلت نظره ابويه غنكون ظريف. هذه النظره الاحتلاليه الاحلاليه الاستعماريه. هذا النظره مازال كتشوف هذا المستعمره السابقه. دابا شنو مشكله فرنسا؟ ما بقبلاتش ان هذا مغرب واحد اخر ما كتقبلهاش. وكما قلت هي في حاله الانكار. لكن الجواب ديال المغرب خطير جدا. والدور ديال اليسار واليسار المتطرف الفرنسي حقير جدا. وكاع داك الاعلام اللي شتيو وداك الهجوم على شخص الملك اللي ضرب صوره الملك في البلاد في المغرب وضرب صوره الملك في فرنسا. علاش حاولوا يضربوا صوره الملك في هاد الجوج؟ طبعا ضرب صوره الملك في المغرب مع الشعب
ومنذ اللحظات الاولى بغاو يقول لك الملك راه ما كيعقلش عليكم، حيت ما خلاناش حنا ندخلوا، ما بغاش لكم الخير. وشتيو ديك الصوره اللي حطاتها ليبيراسيون، ما عرفت واش عندي هنايا ولا لا. عتقونا لعبوا بديك الصوره، لعبوا بها حتى طابو، ما عرفت واش عندي هنا ولا لا. هاهي هادي ليبيراسيون، عقلتيو على هاد التصويره. ايدينو نو مورون اون سيلونس، عتقونا راه حنا كنموتوا في صمت. عقلتو هادي ليبيراسيون. هذا اليسار، هادي حتى هي ميديابار. شنو العنوان؟ عنوان مسموم. قالك لماذا المغرب كيختار المساعدة الأجنبي؟ كان ما عندوش الحق يختار. هذا راه اليسار، هذا ماشي اليمين، هذا اليسار. وكاينين دي كاريكاتور من طبيعة الحال، أنا ما غاديش نعرضها لأنني كنحترم بطبيعة الحال جلالة سيدنا. ديك التصلقيط خليهم عندهم هما. زيد عليها سميتو شارلي إبدو. تعرفوا شارلي إبدو يسارية ليبرالية اللي ياما داروا الكاريكاتور ديال النبي صلى الله عليه وسلم. وعقلتيو اللوبي ديالهم الفرنسي المفرنس في المغرب، منين طرا داكشي اللي طرا ليهم في باري وكلشي كيشك فيها. هذه قصه اخرى. كلنا ما شارلي إبدو، كلنا شارلي إبدو. فيسبوك هادو مغاربه مفرنسين، اللوبي الفرنسي. انا ما قلتش كلنا شارلي إبدو. وعقلتي كنت كنقول هذا الفكاهه ديال الجبناء، حيت منين تجيو دير دي كاريكاتور عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول الضحك، لا، هذه الفكاهه ديال الجبناء. خصك تحترم المسلم. انا ما قلتش ندير شي حاجه على موسى عليه السلام ولا عيسى، حيت حنا المسلمين كنقدسوا دوك الانبياء. ما تلقاش كاريكاتوريست مسلم كيستهكم على موسى عليه السلام، ما قلتش، حيت هو مسلم. والاسلام تيقول لك اودي الانبياء راه مقدسين. انا غنرجع للتعليق ديالك لينكس. شكرا لينكس. وما عندكش الحق ترسمهم غير احتراما لدوك الانبياء. المسلم ما كيسبش سيدنا عيسى، ما كيسبش سيدنا موسى، كيقول لك هذاك سيدنا، رغم هنا الديانه اليهوديه وهذه الديانه المسيحيه. انما الاوروبي المتحضر، حضار متحضر هو، وعنده حقوق الانسان، وكيحماق على افريقيا وكيحماق على اسيا، وباغي ينشر الديمقراطيه حول العالم، هو لا كيسب النبي صلى الله عليه وسلم وكيدير عليه دي كاريكاتور، حيت هو اوروبي. هو احترام الانبياء شي حاجه متخلفه. فسالاو مع النبي صلى الله عليه وسلم ودازوا الملك محمد السادس وداروا دي كاريكاتور قمه التسلقيط. ماشي الحريه، لا، حيت شحال من الصحفيين كيقربوا ماكرون راه هما في دعاوى قضائيه وغادي يمشيو للحبس ويخلصوا غرامات. راه واحد غير يهضر على الدور ديال ليبيا، فرنسا في ليبيا، راه جاتو غرامه شي 300 الف دولار. راه هضرت عليه شحال من مره، حيت هما ديما كيحاولوا يديروا لنا ديك اللعبه ديال عرفتي على الصحافه ديالنا كتهجم عليك، حيت حنا صحافه حره. كأن ما كايناش بصمات السياسه تما، وما كاينش الدور وتوجيه ديال المخابرات تما، فكيلعبوا ديما علينا ديك اللعبه. لكن الشعب المغربي عاق بهم الشعب المغربي. شحال تدير لي كاريكاتور على النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي حريه التعبير؟ لا، هذيك وقاحه واجرام من عندك انت، ماشي حريه التعبير هذا. ومنين تجي دير كاريكاتور على الملك محمد السادس ولا حنا احرار، لا، انت معمرك، انت السياسه معمراك هذوك توجيهات ديال المخابرات الفرنسيه. سير شوف شي واحد ضحك عليه، سير ضحك على قرانك، ماشي تضحك علينا حنا. لكن هنا شنو كاين اخواني اخواتي؟ العلاقات المغربيه الفرنسيه وصلت للطريق المسدود، وصلت لإما وإما. وشحال هادي وانا كنقولها إما وإما، صافي، راه شي حاجه خطيره جدا. شوفوا اليأس اللي وصل لهم، اليأس. ما هضرش مع الملك، ما هضرش مع الحكومه، مشات توجه للشعب المغربي. وهذه غتسجل عليه ماذا؟ هذه زله خطيره دارها، خطيره جدا. وراه كيموت بالفقصه من داك الكتاب اللي كتب ساركوزي، زمن المعارك. تيهضر فيه على الملك محمد السادس. سول واحد الصحفي
قال له علاش انت كتشكر الملك محمد السادس في الكتاب ديالك؟ قال له لانه ملك عظيم. قال له ملك عظيم، سي ان غران روا. الملك المغربي ملك عظيم، كما كان الحسن الثاني ملك عظيم، كما كان محمد الخامس ملك عظيم. هكذا قالها ساركوزي، ما كانش يقول حتى حاجه خايبه على الملك، قال شي حوايج عظيمه على الملك محمد السادس. هذه ضربات ماكرون في مقتل، حيت بغى شي واحد يعاونو. حتى واحد ما كيعاون ماكرون ضد المغرب، خلاوه بوحدو. واش لاحظتوها؟ خلاوه بوحديتو بوحديه. اذا دابا فرنسا شنو قدامها؟ قدامها شروط المغرب. تخلى على ديك النظره وداك الاستكبار على المغرب. علاش انا كنقول هاد الهضره هادي؟ حيت ما كايناش لا الى الابد وما كايناش نعم الى الابد في السياسه. هاد العجرفه ممكن تبدل، حيت المغرب وقف واحد الوقفه راه ما دارتهاش الجنرالات. شوفوا العسكر، شوفوا الانبطاح امام فرنسا، شوفوا كيف السفير الجزائري رجع لفرنسا رغم الادلال ورغم الاهانات اللي دارها ماكرون شخصيا. قال له ما كايناش ما عندكم والو، وقال لهم بغيتو نحلوا الارشيف راه نتوما اللي غادي تورطوا ماشي حنايا. ومع ذلك مشى السفير كيجري. حتى الان اخواني اخواتي داك الكرسي ديال السفاره المغربيه في فرنسا راه خاوي، ما كاين السفير. باش تعرف صلابه المواقف، المغرب كيتعامل مع فرنسا ند لند. الجنرالات والعسكر منبطحين على فرنسا، كيقولوا لا فعلي فينا الافاعيل. بالعكس، تبون كيطلب بزياره لفرنسا حيت هو بالنسبه ليه انجاز كبير، وباغي يستغل هاد العلاقات المغربيه الفرنسيه، باغي يستغلها من اجل البلد ديالو، من اجل البوليزاريوم بطبيعه الحال. وانا كنظن كنت اكدتو دابا ان ما كاين حتى شي مشاكل بين فرنسا والجزائر، كلها مصراحيه ضد المغرب. وراه شرحتها شحال من مره من اجل ديك المواجهه العسكريه اللي كتمناها النظام العسكري كيتمناها. فرنسا عندها الا بغات تصلح العلاقات عندها كيفاش تخلى على ديك النظره استعلائيه وتعترف ان المغرب قوه اقليميه وراه وتتعامل معاه ند لند. تعترف بالصحراء المغربيه وبالسياده المغربيه على صحرائها وتدعم الحكم الذاتي وتقولها في الامم المتحده والحكم الذاتي، وتوقف هذه الحمله الاعلاميه الشرسه، هذه الحمله ديال الكلاب المسعوره خصها توقفها. وراه ما كتجي غير بنتائج عكسيه. كل ما هما كيهجموا على الملك ديالنا محمد السادس، كل ما حنا كنقولوا حنا مع الملك ديالنا وحنا مع النظام وحنا مع القياده وحنا مع المرجعيه ديالنا اللي هي القصر الملكي. هذيك هي المرجعيه ديالنا. ما تحاولوش داك الخطاب ديال ماكرون اللي هو رساله مشفره، لو تفككها تفكك الشفره غتفهم انه كيهضر مع اللوبي الفرنسي المفرنس في المغرب. راه هو قال لهم حنا معاكم نتوما، يعني الا نطيو ودرتيو شي حاجه انا راه معاكم غادي ندعمكم. هذيك رساله كيبان لك في الظاهر انه كيخاطب المغرب. نعم هذه الرساله الظاهره، لكن الرساله الباطنيه المبطنه الخفيه المشفره هو راه كيهضر مع اللوبي الفرنسي المفرنس في المغرب. كنقصد اللوبي المغربي المفرنس اللي مع فرنسا ومصالح ديالو مع فرنسا سياسيا واقتصاديا وحتى ثقافيا ولغويا. الناس اللي كيهضروا بالفرنسيه وكيشوفوا ان فرنسا هي كل شيء وهي مقتنعين بها، عندهم مصالح معها. هذاك هي الرساله المشفره. لكن فرنسا ما تصور حتى شي حاجه، والردود فيما كتحرك والا كيكون الرد المغربي اقوى. لاحظوا كاين تصعيد في الطريقه اللي كيرد بها المغرب. قبل ما كانش كيرد المغرب ابدا دابا بوم هي كيهضروا بوم، بحال هذاك اللي قال لهم العلاقات ممتازه، ما ممتازه ما والو. دابا جات وزيره الخارجيه قالت لك كاينه دعوه، لا ما كايناش دعوه، رد مغربي رسمي. كاينه زياره، لا الزياره ما شكون اللي برمجها؟ انتيا نعم.
والرساله الكبيره ان المغرب ماشي ضرب بواك. المغرب كيقولها لماكرون، المغرب ماشي ضرب بواك يا ماكرون. وقالها دابا وزير كورونا، المغرب ماشي ضرب بواك لكورونا. صباح الخير، صباح النور. هذه كلها اخواني خواتي رسائل مغربيه قويه. تبون مشى لنيويورك، تبون اللي هو العبد، هذا تبون العبد ديال فرنسا. تبون عبد فرنسا ما نذكروش عليه، ما يمكنش تشك في هذا الامر. هذا تبون مشى نيويورك. لاحظوا معايا، كان بالامكان ديال تبون ما يمشيش هو، يصيفط عطاف وزير الخارجيه، يصيفط بن عبد الرحمن رئيس الوزراء ولا المعروف بوزير الشوبين، يصيفطو. مشى هو شخصيا. علاش؟ حيت كيامن هو وشنقريحه ان شي حوايج ما دارت شي حيت ما وقفش عليها الرئيس شخصيا. ما كيشوفوش ان ماكينه الدوله كلها مدقدقه، لا، كيحسبوا خلينا نوقفوا شخصيا. فشنقريحه قال ليه نو، دابا سير انت شخصيا. لاحظوا معايا كيفاش ودعوا شنقريحه في المطار. ديما شنقريحه كيعطي رسائل وكيهين تبون وكيبغي يذكروا ويذكر العالم ان راه لا شيء بالنسبه لشنقريحه. شوفوا معايا، واش عمركم شفتوا رئيس الدوله، رئيس الاركان ديالو من تحت منه كيسلم عليه بالصباعيه؟ عمركم شفتوها؟ شوفوا هنايا، ها هي الشتا، ها هي راه دورت عليها بالحمر، ها هي انا كبرها شي شويه، ها هي شنقريحه كيسلم على الرئيس ديالو، هو شاد مازال لابس الصباعيه، ما كيديرها حتى شي واحد. من باب الاحترام، الا شي واحد اللي اكبر منك في القدر، اسمحوا لي لينكس، انا غنعاود نحتفظ بالتعليق ديالك، غنقراه، انا غنقراه. هادي ما كدارش، كتحيد الصباعيات وكتسلم عليه، كتخلي الصباعيات شي واحد قل منك. هذا جينيرال، اي واحد رتبه اقل منه يخلي الصباعيات، نو نخليها هو كيسلم عليه، بحال كيقول لي ما بغيتش نوسخ يديك. وكيبغي دائما يصيفط رسائل للداخل والخارج، انا اللي كنحكم، انا كنسلم عليه بالصباعيه. فصيفطوا لنيويورك، قالوا ليه نو، خصك انت اللي تكون تما، راه شي حوايج ما كدارش الا بك انت رئيس الدوله، ما تعتمدش على عطاف، ما كيدير حتى شي حاجه، عطاف ما فيدوش بهذا المعنى هذا. فهو شنو جاي يدير؟ القرار مجلس الامن هو غيخرج الشهر الجاي اكتوبر، فهو مشى دابا لتما. هو بعد غدا غيبداو داكشي ديال الهاي ليفل، حيت راه الجمعيه العامه بدات الخدمه ديالها، لكن المداخله ديال رؤساء الدول غتبدا السيمانه الجايه. داكشي علاش شدو تما، لكن هو ما مشاش على ود داكشي، مشى على ود البوليزاريو والصحراء المغربيه. الخيانه، ما مشاش على شي حاجه ديالو. حنا اخنوش مشى على ود المغرب، اخنوش غيمثل المغرب ياك، وهو اللي غيهضر في الامم المتحده. علاش مشى اخنوش رئيس الوزراء المغربي؟ غيهضر على قضايا، القضيه الاولى الصحراء المغربيه، الملف ديالها في الامم المتحده ياك، اللجنه ومجلس الامن والجمعيه العامه. مشى كيهضر على قضيه المغرب الاولى الصحراء المغربيه. تبون غيمشي يهضر على قضيه المغرب الاولى حتى هو الصحراء المغربيه، حيت القضيه ديالو من الاولى هو يفصلوا المغرب عن الصحراء، هذه حنا كنعرفوها. فهو غادي تما وداي معاه الشيكات، دبلوماسيه الشيكات والهبات، ويشوف مع من يشوف الرشاوي مع من يدور، وغيلقى اللي غيشد من عنده الفلوس. علاش؟ حيت العالم ولا عرف حقيقه الجزائر. بغيتي تقضي عليهم، سمعهم داكشي اللي بغيتي تسمع، ويه الدولار تاعك، سمعهم داكشي اللي بغاو يسمعوا، خذ منهم الدراهم ومن بعد دير داكشي اللي بغيتي. انا كنقول اي واحد غياخذ الفلوس من عند تبو، الله يسهل، الله يسهل عليك، الله يكمل، الله يوفق. مزيان الا تعاملتي معاه على